القرآن بيقول فاستقم كما أمرت، مش استقم مرة ولا يوم ولا وقت ما تكون مبسوط والدنيا زي الفل، لأ، استقم يعني التزام مستمر. وعلم النفس الحديث بيأكد ده بمفهوم اسمه السلوك المنتظم، يعني التغيير الحقيقي في حياتك بيجي من الفعل المنتظم، مش من الحماس المؤقت ولا من المزاج المتقلب. يعني لو انت قررت تكتب نوتة مشاعرك كل يوم او تمشي 10 دقايق او تواجه هدفك الصبح، حتى لو عملت ده وانت مش فايق، فده بالظبط اللي بيبني استقامتك النفسية. ولو قلت انا مش مبسوط او مش في المود النهارده وسبتها، بتعلم عقلك ان مفيش التزام وان اي شعور يقدر يوقفك. كل عادة صغيرة بتعملها بانتظام بتبنيك، وكل مرة بتكمل رغم الكسل بتقوي طريقك. وجدتك النهاردة ما تستناش المزاج، ابني عادة بسيطة كل يوم حتى لو بخطوة واحدة. الانتظام بيغير حياة كاملة. أنا أمل، مرشدة نفسية، ودي سلسلة وجدة من القرآن والسيرة. ما تنساش تعمل اشتراك عشان تكمل المشوار معانا.